لعبة البوبجي سبق تكلمت عنها قديما انها حرام لأجل الموسيقى والاختلاط لأجل بعض المنكرات، لكن الوضع تغير الآن. شاهد اخواني مع هذه الدقائق، شاهد الآن الفيديو اللي يعرض. هذه اللعبة عادية يدخلها ابني ابنك أو حتى أنت أو أنا، تدخل وتلعب وحماس ويا فلان ادخل مع اللعبة وتبدأ اللعبة. المجرمين هذه اللعبة اللعينة القميئة لعن الله منتجيها يستغلون حماسة الشباب فيدخلون الكفر والشرك. يبدأ اللاعب يلعب ويدخل مرحلة المرحلة، يتعلق قلبه، يصل لمرحلة الإدمان، خلاص بيسوي أي شيء حتى يفوز في اللعبة، فيأتونه ببطل وبمرحلة صعبة وهو متعلق صار له أشهر يلعب، ثم يطلبون طلب بسيط كحركة لكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. يقولون له إذا أردت أن تهزم هذا البطل وتدخل هذه المرحلة الصعبة وتفوز وتصير أحسن من الباقين، عليك أن تفعل فعل واحد. ماذا تفعل؟ عليك أن تذهب إلى الصنم موجود في اللعبة، نعم صنم شاهدوه الآن أمامكم، تذهب إلى الصنم وتذهب وتقف أمامه وتركع لغير الله وتضغط الزر وتسجد لغير الله وتحني جبينك لغير الله. سبحان الله، إلى أي حال وصل الفجور في هؤلاء، إلى أي حال تدرجوا بالمنكرات من العري والفسق والفجور إلى الكفر. والله ما صدقت الأمر في البداية ونشرت تحذير وما صدقت حتى شاهدت هذه الفيديوهات. يقول لك اضغط هذا الزر حتى ترضى أنت أن يسجد اللاعب الذي أنت تمثله فيسجد لغير الله. يساومونك يا ابن الإسلام، يساومونك أنت، أبوك مسلم، أمك مسلمة، أجدادك مسلم، نشأت في الإسلام أبا عن جد، يساومونك على لا إله إلا الله لأجل لعبة رخيصة قذرة. يقولون اسجد لغير الله، اركع لغير الله. وللأسف بعض من يلعب اللعبة عمره 10 سنين 12 سنة. ما أشرت فرعون عرض عليها الكفر فرفضت فألقيت في الزيت، أصحاب الأخدود بالآلاف ألقوا في النار لأنهم رفضوا أن يركعوا لذلك الملك. ثم اليوم يعرضون على شباب التوحيد، على أبناء الإسلام، أن يسجدوا لغير الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول أمر يجب عليك وعلي أن ننتهي عن هذه اللعبة تماما. الآن ما قضية حلال وحرام، قضية ديني وإسلامي وعقيدتي، قضية شرك وكفر بالله رب العالمين. أخرج الآن، طلع جوالك وأنت تشاهد هذا المقطع، إذا عندك بوبجي احذفها تماما، هذا رقم 1. 2، خذ هذا المقطع مباشرة وأرسله لأصحابك الذين يلعبون البوبجي. أنا أجزم أنهم سيحذفونه مثلك لأنهم يحبون الله مثلك، ولأنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى، ولأن هذه اللعبة تهزأ بربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. حبك لله وحبهم لله سيجعلك تحذف ويجعلهم يحذفون هذا المقطع. 3، اسمعوا هذه الفتوى الصريحة، لعبة البوبجي حرام حرام حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب. حتى ولو قال البعض أنا ما بسجد للصنم، أنا إذا أعطوني هذا الخيار ما باخذه، لأن كل وسيلة تؤدي إلى الشرك فهي حرام، بل فهي كبيرة من كبائر الذنوب. حتى مجرد تلعب هذه اللعبة حرام، مجرد أن وضعوا هذا الخيار أصبحت هذه اللعبة خط أحمر وحرام. هذا رقم 3. رقم 4، أنا أناشد من هذا المكان ومن هذا المقطع، أناشد هيئات العلماء، رابطة علماء المسلمين، المجلس الإسلامي السوري، مجلس علماء باكستان، هيئة كبار العلماء، كل المجالس العلمية خاصة التي عرف عنها أنها تتابع قضايا المسلمين، أن يشاهدوا هذا المقطع ونصدروا فتاوى رسمية واضحة في هذا الأمر. الأمر الأخير يا أخواني، اليوم الساعة 9 مساء بعد نشر هذا المقطع سنفعل ما نستطيع في هاشتاج، اكتبوه وسيعرض الآن أمامكم. قد ما أملك أنا منبر لكن تملك أنت منبر، قد يملك صاحبك منبر. ارسلها أنت للمشاهير في تويتر، ارسلها للمشاهير في فيسبوك، أرسل هذا المقطع واكتب هذا الهاشتاج وعلق عليه. اكتب، اجعلوها غضبة لله رب العالمين، اجعلوا الله يرى أنكم غاضبون لأجل وحدانيته سبحانه وتعالى. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. أسأل بالله الذي لا إله غيره اللي شاهد هذا المقطع أن ينسخه ويرسله لمن يعرف أنه يقع في هذا المنكر.